مشاهدينا، وما كنت في آخر محطة من محطات فلسطين هذا الصباح نتوقف عند المواهب الغنائية في فلسطين، ومعنا الطفلة ميرال عياد. صباح الخير يا ميرال. لا صباح النور. معنا أيضا والد ميرال اللي هو علي عياد، وهو والدها ومنتج لأغنيتها الأخيرة يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا فيكم ميرال. بس قبل ما نبلش نحكي شوي نتعرف عليكي بدنا نشوف هذا الفيديو نتابع سوا. تفهمنا وتمشي معنا، رح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد بيكتب معنا، رح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد بيكتب معنا. يا هالعالم ليش مفكر إن شعبي يحب يفجر؟ افتح أصغر قلبي في بلدي رح بتلاقي الضوء منور. يا هالعالم عنا بيانو وشاب بيعزف من ألحانه، ودبكة ترجمي اللي عانوا على خشب الأدم. مش من حقك بس عالظلم توزع حبك، رح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد بيكتب معنا، رح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد بيكتب معنا. عجديلة بنت من الضفة تبني حمامي عشها وتبعد لحمامي على غرة غزة، قمحة لو هالدنيا طمعت بعينينا بكرة رح تقرا الوجع الجاي من العذراء والأمل من عيسى جاي ومحمد من فوق الصخرة. يا هالعالم شو أحكي لك، شو في كلمة بقلبي تشدك؟ عن البحر بيحكي عربي وبيحكي بلغتك لو بدك، عمره ما كان البحر بغزة حماسي يفوق واقف ضدك، ورح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد
تفهمنا وتمشي معنا، رح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد بيكتب معنا، رح تتأكد إنه في بلدي لسه الورد بيكتب معنا. يسعد صباحكم مشاهدينا. إذا شوية حكي للفنانة الطفلة ميرال عياد الموجودة معنا في الاستديو. يسعد صباحك مرة أخرى يا ميرال. أهلا. ومعنا طبعا أيضا والد ميرال علي عياد. يسعد صباحك مرة أخرى ميرال. يعني هاي الأغنية الحلوة اللي يعني كل معاني الطفولة نابعة منها، رسالة طفولة فلسطين نقدر نقول للعالم. فكرة الأغنية إذا بنبلش أول شيء نحكي عن الأغنية الأخيرة إلك. احنا عملنا هاي الأغنية حتى انه تنقل رسالة انه احنا يعني منا احنا الشعب الفلسطيني لكل العالم، انه احنا شعب من محب ونحب السلام برضه. وبالنسبة للأطفال كمان انه يعني احنا أطفال عندنا مواهب، انه اجت فكرة الأغنية كمان انه احنا نحكي انه احنا شو في عندنا هون بفلسطين، انه عندنا أطفال عندهم مواهب كتير، يعني في بيرسموا في بيغنوا، يعني في كتير مواهب عندنا. فكرة الأغنية ويعني تجسيدها بهاي الكلمات، الفيديو كليب والألحان أيضا المميزة، شو الرسالة اللي كانت بتوصل من ميرال ووالد ميرال؟ ميرال لما دخلت على برنامج بست تالنت، برنامج المواهب، يعني كانت رسالتها بداية رسالة خيرية، بحيث أنه أول ما أخذت الجائزة تاعتها تبرعت فيها لأحد البرامج الخيرية في فلسطين. فانه ميرال حسيناها كحمامه زاجله تنقل يعني خلينا نقول الوضع الانساني والاجتماعي اللي بنعيش فيه الشعب الفلسطيني، تنقلها من خلال اغنيتها او اغانيها او فنها او موهبتها لكل العالم. فميرال يعني ان شاء الله انه راح تكون رسالتها تنقل اهات ويلات الشعب الفلسطيني لكل العالم. ميرال امتى تم اكتشاف صوتها وموهبتها؟ ميرال تم اكتشافها من خلال أستاذ الموسيقى في مدرسة ميرال، الأستاذ غديان القيمري. لما انضمت ميرال لجوقة المدرسة، فلاحظ إنه في عند ميرال إشي حلو يعني وبسيط وهيك، فحب إنه ينمي الموهبة تاعت ميرال. فحكى تواصل مع والدة ميرال وحكى لها إنه في عندكم موهبة حلوة وإحنا اكتشفناها، وإن شاء الله إننا نتعاون مع بعض لننمي الموهبة هاي. فشوي شوي اشتركت ميرال في مسابقة في معهد ادوارد سعيد وحازت على المرتبة الثالثة فيها. بعد ذلك سمعنا عن برنامج المواهب في فلسطين البست تالنت، انضمت ميرال له، والحمد لله رب العالمين كان في منافسة قوية يعني ما بين 250 ل 300 موهوب. فاجتازت هذه المراحل عبين ما وصلت على النهائيات وكانت النجمة في البرنامج وحازت على اللقب. ونجمة البرنامج شو أضاف لك البرنامج؟ البرنامج قبل يعني ما أضاف لصوتي، يعني أضاف إنه لشخصيتي، إنه يعني خلى عندي ثقة بنفسي. وبالنسبة لصوتي يعني كان صوتي من مرحلة لمرحلة بتطور، يعني أنا من كل مرحلة كنت يعني بغني مثلا بالمرحلة الأولى يعني كان صوتي عم بيتطور. وكمان برضه ضاف لي انه دعم معنوي، انه حتى من اشكال الدعم انه وصلت لي رساله من الاسرى في سجن النقب انه يوم من الايام انا صوتي رح يوصل لكل العالم. لما تم اكتشاف موهبتك وصوتك ويعني هاي المراحل اللي مريتي فيها، كيف تنظري لها؟ كيف بتشوفيها هيك من عمر 8 سنين لهلا 12 سنه، يعني 4 سنين؟ بداية يعني ما كنت يعني مثلا لما كان عمري 8 سنين يعني ما كنت انه ماخذ الموضوع انه انا عندي صوت حلو بدي اغني، يعني لا، انه كنت مثلا بقعد في البيت بغني. بس يوم ما اجت حفلة المدرسة اللي كانت عندنا وقتها يعني رحت. بتحبي تغني ولا زي اي حدا ممكن هيك يدندن؟ لا، بحب اغني. حفلة المدرسة وقتها هناك يعني هيك بلشت اني اهتم في صوتي وشاركت في البرنامج وهيني عادي. مين دعمك أكتر إشي؟ يعني في أكتر يعني 3 أشياء أنا يعني كتير دعموني، كان لهم شكل كبير في دعمي، يعني أهلي ومدرستي وأهل بلدتي أبو ديس.
يعني بالنسبة لأهلي، أهلي كانوا يدعموني بشكل كبير معنويا، وبرضه كانوا في البرنامج برضه يدعموني. وبالنسبة كمان لمدرستي، إنه يعني كانوا يدعموني في إنهم كانوا يساعدوني في أطور صوتي، لأني شاركت في جوقة المدرسة اللي من خلالها كان يدربني الأستاذ غديان القيمري. وبلدتي كمان كان لهم الدور الأكبر في دعمي، إنه كانوا يدعموني معنويا، وكان الأستاذ أحمد عريقات برضه هو يعني يدربني. سيد علي، يعني هذه الأغنية الأولى لميرال تم يعني إنتاجها على حسابك الشخصي، أنت نعم منتج صحيح. هذه الأغنية. يعني الأغنية يعني كلمات مين، ألحان مين، الفكرة أيضا من الفيديو كليب اللي شفناه، وهذا الدعم اللي أنت بتقدمه لميرال شو بتهدف من وراه؟ شوفي علي، بالنسبة للأغنية، الأغنية كلمات الشاعر الفلسطيني بشار الطميزي، غناء ميرال عياد، ألحان الموسيقار الفلسطيني رامي عرفات، إخراج المخرج الفلسطيني محمد فرج. الهدف من وراء الأغنية إنه إحنا لما شفنا ميرال، أنا حكيت لك بداية البرنامج إنه ميرال عبارة عن حمامة زاجلة. أنا شايف إنه ميرال بتقدم نوع من أنواع النضال المميز. يعني أنت كإعلامية والتلفزيونات والفضائيات تنقلوا همومنا ورسائلنا ووضعنا وواقعنا، فأنا حبيت إنه تكون ميرال عبارة عن الحمام الزاجلة اللي تحلق في سماء القدس وبتنقل آهات وويلات وأوضاع الأسرة للمجتمع العالمي، خلينا نقول، أو للعالم بأسره. فالهدف منه إنه هدف نبيل إن شاء الله، هدف إنساني، هدف خيري، هدف وطني بالدرجة الأولى، زائد إنه أن يكون في من الأهداف التسامح في الديانات، خاصة ما بين الديانة الإسلامية والمسيحية، كون إحنا شعب واحد وقضية واحدة ومجتمع واحد وبنعيش تحت ظل الاحتلال سوا. فأكيد لاحظتي في الفيديو كليب الأخير إنه صحيح. كان في نوع تجسيد لهذه الفكرة. نعم صحيح. وإن شاء الله إنه نتمنى مع ميرال وندعمها في اللي بنقدر عليه. ميرال، لوين بتحلمي توصلي؟ أنا حابة أوصل إني أكون فنانة مش على مستوى بس العالم العربي، حابة أوصل إني أكون فنانة على العالم كله، وحابة كمان إني أوصل إني أكون فنانة يعني ملتزمة. إيش طبيعة الأغاني أو الغناء؟ أنت حكيتي إنك بدك تكوني فنانة ملتزمة، طبيعة الأغاني اللي حابة تغنيها وليش رحتي للفن الملتزم يعني؟ حابة أنا أغني أنواع الأغاني الإنسانية والوطنية. ليش طيب؟ لأنه يعني هم هدول الأغاني اللي يعني بنقلوا شو إحنا بدنا، في لهم هدف، بنقلوا معاناتنا. كيف ممكن تدعموا مسيرة ميرال يعني لقدام بمزيد من التدريبات، بمزيد من يعني تطوير إمكانياتها وقدرتها؟ احنا حاليا سجلنا ميرال في معهد ادوارد سعيد للموسيقى، وبتصور انه هذا يعني من احسن المعاهد الموجوده عندنا في فلسطين. ثانيا يعني انا بمجهود ذاتي الحمد لله وصلت ميرال انا واللي معي واللي حوالي، وانفقنا وتعبنا ودعمناها معنوي للمرحله هذه. بس بالطلب في الوقت الحالي من المؤسسات المحليه ومن الوزارات، مثلا زي وزاره الثقافه ووزاره الشباب، انها ترعى الموهبه ميرال وغير موهبه ميرال، لانه البرنامج لما اشتركت فيه ميرال وظهرت فيه موهبتها كان في ما يقارب 250، في منهم 100 مواهب. بس احنا للاسف ما يعني اهتمام الوزارات او المؤسسات في المواهب الفلسطينيه بسيط. يعني زي محمد عساف وهيثم خليل لما وصلوا للمرحله هاي بعد ما طلعوا على برامج عالميه صحيح تم دعمهم وتم النظر اليهم واكتشافهم ومساعدتهم. فانا بتمنى من الوزارات، من وزاره الثقافه، لانه احنا يعني رساله ميرال رساله ثقافيه، يعني في ناس بكتبوا شعر بكتبوا كتاب على اساس انهم يوصلوا رسالتنا للعالم ويبينوا شو الواقع اللي احنا بنعيش فيه، فممكن من خلال صوت ميرال انه يصل هذا الشيء للعالم. فانا بتمنى انه يعني الوزارات والمؤسسات والقياده الفلسطينيه انها تنظر لميرال ولا غير ميرال، يعني لكافه المواهب الموجوده. شكرا لك ويسعد صباحك ويسعد صباحك يا ميرال، وان شاء الله يعني ايام قادمه بنشوف اعمال اخرى وصوت ميرال يعني بيبقى محلقا في سماء فلسطين. يسعد صباحك ويسعد صباحك سيد علي عياد والد ميرال ومنتج اغنيه شويه حكي.